كان سيدنا أبو موسى رضي الله عنه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفر، فجه سيدنا محمد وسيدنا أبو موسى بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بيقولها في نفسه كده. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. ليه لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة؟ لأن اللي يتحقق ويعيش بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله بيصيبه أحد أهم مشاعر أهل الجنة وهو عايش في الدنيا، وهي السكينة والطمأنينة. الناس في دنيا الناس بتتصارع على الفلوس والمناصب والمكانة الاجتماعية والمقتنيات الملفتة للنظر، وهو في رحلة سعيه في الدنيا لمعرفة ربنا وإصلاح حاله ساكن. الخوف المرضي مش بيعرف لقلبه طريق، وعلى فكرة دي أحد مشاعر أهل الجنة، سكون وطمأنينة وسعادة. لأن أهل الجنة مشاعرهم إحنا عايشين في بيت ربنا الجنة، يعني مش ناقصنا حاجة. واللي عايشين بلا حول ولا قوة إلا بالله شايفين الدنيا كمان بيت الملك سبحانه وتعالى. يعني إيه لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لأن إحنا عايزين ننتقل من كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله للتحقق بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول إلا بالله يعني لا مانع بيني وبين أي شيء مضر أو أي معصية إلا الله. ولا قوة إلا بالله يعني لا مقوي لي على الطاعة، أو لا مقوي لي في الحصول على الخيرات اللي في الدنيا المادية والمعنوية إلا الله. وده يساوي عند أهل العلم كامل الاستعانة بالله، ظهري دايما مسنود، وده بيؤدي لكامل السكينة. ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا نعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله بكامل الاستعانة، لكنه طلب مننا الاستعانة محبة واختيارا لا ضيقا واضطرارا. يعني ربنا أراد إن العبد المؤمن يعيش باختياره مستعين بالله، مش وقت ما يضطر بس. فانقسم الناس في استعانتهم بالله وتحققهم بلا حول ولا قوة إلا بالله لثلاث أصناف: مستغني عن الله، ومتردد، وفقير إلى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير، يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة رجعت لكم بروتين قوي، روتين كله تشجيع والطلب مني كتير جدا. كنت عاملة معاكم من فترة تنظيف الركنة وغسيل الشيلت والكلام من ده، ففي ناس اخدت بالها ان انا عاملة للركنة بتاعتي كسوة، لان انتوا عارفين انا عندي ريسبشن قطعتين، قطعة جوه وقطعة بره، والقطعة اللي انا شغالة فيها دي القطعة اللي بره. فاخدوا بالهم بقى في القطعة اللي جوه ان انا كنت عامله لها كسوة، فطلبوا مني ان انا يعني اخلعها معاهم كده واغسلها وابينها لهم وقد ايه هي عملية ولا لا. الفيديو ده بقى جاي اكلمكم عن جمال الكسوة يا جماعة، وعن الراحة النفسية بجد. حاجة كده بتخليكي فعلا ست بيت شاطرة ومرتاحة نفسيا. زي ما انتم شايفين الركنة الأساسية بتلمع أو بتلضي كده زي ما بنقول، مع رغم ان انا عاملاها من فترة كبيرة. يعني انا متجوزة بقالي فترة كبيرة جدا، حوالي 12 سنة تقريبا. فدي بصراحة مش كانتش ركنة فرحي، هي كانت ركنة فرحي ركنة تانية، واتدهولت بقى من الأولاد وكده. فقررنا ان احنا نغيرها ونغير الفرش بتاعها وننجدها ونظبطها يعني كده. فاما عملناها المنجد اقترح عليا ان انا اعمل لها كسوة. الكسوة دي غسيل وفرش، بصراحة انا بشيلها وبغسلها بترجع الركنة معاكي جديدة لنج. وكمان الفرش الاساسي بيبقى جميل جدا ونضيف، وممكن كمان تغيري شكل الركنه بتاعتك بالفرش اللي هتجيبيه. زي ما انا عامله كده، انا عامله ركنه اساسيه شكل والكسوه بتاعتها شكل تاني، عشان كده من فتره للتانية انوع كده فيها. هنا يا جماعه بوريكم ان الركنه من تحت كده كانت دبل فيس، يعني ما شاء الله. شايفين هو عامل لها حاجه كده زي اللازق، بتلزق كده من تحت، بس بصراحه جميله وخطيره وما بتتزحلقش، والاولاد ما بيبطلوش تنطيط عليها ما شاء الله. محافظالي على ركنه اساسيه. انا بوريكم يعني الشكل. هنا ده الشكل قبل ما البسها الكفر بتاعها. تمام كده. دي بالنسبه بقى للناس اللي سالتني على الكسوه. الكسوه ماهاش مكلفه، بالعكس. انا صالتي كبيره جدا، الريسبشن عندي كبير، قطعتين، قطعه جوه حرف اليو وقطعه بره حرف ال، وكبيره جدا كمان. وما شاء الله ما كانتش مكلفاني كتير، كانت مكلفاني في حدود 6000 الفرش بالمصنعيه بكله. بس الكلام ده طبعا من سنتين. يعني حاليا دلوقتي
ممكن تعملوها يعني ممكن نقول الضعف فاهميني، بس صدقيني هتبقى حلوة ومريحة ليكِ، وكفاية الراحة النفسية إنِك هتشيلي الركنة تغسليها، لإن إحنا عارفين خاصةً لمّا بيكون في أطفال بنكون محتاجين بجد إن إحنا نحس كده بالتغيير، يعني نحس إن إحنا شيلنا الفرش ونضفناه وحسينا فعلًا بالفرق، فاهمينّي؟ طبعًا كلكم أمهات وستات بيوت شاطرة جدًا، فربنا يحفظكم كده ويخليكم لأولادكم وتعملوا لهم الحلو كله. هنا بقى كنت باركّبها معاكم، بعد ما اتغسلت طبعًا في أول الفيديو شفتوني وأنا فكاها وباغسلها وباغسل طبعًا المخدات، المخدات دي بصراحة يعني غلطة كبيرة، يعني ما انصحش حد يعملها، المخدات اللي هي الكبيرة دي، بس هي كانت موضة أيام ما كنت أنا عاملة الرُكنة، لإنها بتاخد مساحة وكمان في نفس الوقت يعني في الغسيل بتشغلِك شغل جامد فاهمينّي، بتفيكِ بقى خداديات كتيرة جدًا تغسليها، لو اقتصرت على مخدتين 2 بس كده مربعين يبقى شياكة جدًا، أنا كنت بافكر أعمل كده، بس ما عنديش مكان بصراحة أحط فيه المخدات الكبيرة ديًّا أو الفايبر أو كمية الفايبر الكتيرة دي، فلو أنتم عندكم اقتراحات ممكن تقولوها لي. أنا اقترحت قبل كده إن أنا مثلًا أعمل بالفايبر دَوًّا زي مجلس كده في البلكونة، مجلس عربي كده صغير في البلكونة، بس برضه البلكونة عندي عرضها متر، فكانت هتبقى برضه إيه ضيّقة كده ما هياش واسعة يعني، فلو عندكم أي اقتراحات تانية ممكن تقولوها لي في الكومنتات. تمام كده، ده بقى الشكل النهائي بعد ما ركّبت الcover كلّه بتاع الرُكنة، الخداديات طبعًا أنا فكيتها عشان باغسلها، تمام كده، فبعد ما خلّصت كده الإرهاق الجميل اللي إحنا عملناه مع بعض عملته طبعًا بكل حُب، أنا بافرح جدًا من الروتينات ديًّا، قُلت أخُش كده أروّق على الأولاد لإنّهم كانوا طالبين منّي من فترة، قالوا لي: "يا ماما اعملي لنا بيتزا ناخدها معانا التمرين." هُم بيروحوا تمرين الكورة فعايزين بيتزا أو أي حاجة كده ياخدوها معاهم ياكلوها هناك يعني، فأنا قُلت أعمل لهم صينية بيتزا كده أروّق عليهم، تمام، اعذروا بقى لو كان في الصوت أي مشكلة، أنا عندي دور برد بصراحة مهبّطني جدًا. بس إحنا ما نقدرش إن إحنا ننام في السرير، مين هيعمل لنا؟ فلازمًا كده نقوم نعمل. هنا زي ما أنتم شايفين بدأت إن أنا أعمل لهم البيتزا وكان عندي لبن رايب اشتغلت بيه، كوباية ونُص طبعًا من اللبن، حطيت فيهم ظرف خميرة الفانيليا معلقة معايا، ظرف خميرة اللي هو 11 جرام سِبتهم على جنب مع معلقة خل كده يتفاعلوا مع بعض، وبعدين لمّا تتفاعل طبعًا الخميرة بدأت أنزل الدقيق بتاعي، يعني كان عندي هنا حوالي 5 كوبايات من الدقيق بما يعادل 700 جرام من الدقيق ماشي، حطيت عليهم ذرة ملح، وبدأت طبعًا إن أنا أنزل كده كل المكونات مع بعضها، واللبن الرايب ده كان عندي كان رايب استغليته في البيتزا، ما حبيتش أعجنها بمَيّة طالما عندي لبن رايب مني بلاش نرميه، استغليتها هنا وبدأت طبعًا إن أنا أعجن بنُص كوباية من الزيت. أحلى حاجة إن إحنا نعمل لأولادنا حاجة في البيت، أنا باجيب البيتزا من برّه لأولادي بتبقى سمكها رفيّع جدًا وما بتشبعهمش، أعملها في البيت لإن أنا كان عندي الحاجة بصراحة متوفرة في البيت، وكده ندلعهم طالما طلبوا مننا الحاجة دي نعملها لهم ما فيش أي مشكلة. بدأت طبعًا إن أنا أعجن في العجينة يمين وشمال، يمين وشمال زي ما أنتم عارفين أنا باحب أعجن طبعًا العجينة على الرخامة، أخدت على الرخامة ونبدأ بقى كده نطلّع كل الفرهدة وكل الطاقة اللي عندنا في العجينة بتاعتنا، هي تلزق معاكِ شوية كده وبعد كده هتضبط معاكِ إن شاء الله، حسيتِ إن هي مش ضابطة معاكِ أو لسه بتلزق بِلّي إيدِك نقطتين من الزيت هتضبط معاكِ جدًا، المعيار ده كان مضبوط معايا وطلّع لي صينيتين من البيتزا، واحدة كبيرة ما شاء الله جامبو وواحدة كده وسط، تمام، وكمان فاض عجينة صغيرة عملت بيها قرصتين صغيرين كده إيه، زي ميني بيتزا كده، حاجات صغيرة كده، المهم هنا فضلت أخبّط طبعًا في العجينة يمين وشمال لحد ما اتلمّت معايا وبقت كده عجينة طرية وجميلة وما شاء الله يعني ما خدتش معايا وقت، هي بدأت طبعًا أحطها تاني عشان تخمر، سِبتها حوالي كده إحنا في الحر طبعًا حوالي نُص ساعة بالضبط كانت خمرت معايا. فبدأت طبعًا إن أنا أعمل التعصيجة اللي أنا هاحطها على البيتزا بتاعتي، أنتِ هتعملي فراخ عادي ما فيش مشكلة، اللي تحبيه احشيه بيها، عايزة تحشيها جبن بس عادي خالص، أنا كان عندي نُص كيلو لحمة مفرومة كان متفرّز بصراحة ونسيت أخرّجه من التلاجة، قُلت يعني لو كنت خرّجته فعلًا من التلاجة قبل ما أغسل وأنضّف كده كان زمانه فَك مع نَفْسه، مع الرغم إن أنا ما باحبش الحاجة تفِك بصراحة خاصةً اللحوم، باحس إن هي فيها ضرر فأنا يعني باحبها بتكون مجمدة شوية، بس هي لو كانت فكّت برضه سيكة كده كانت ساعدتني شوية، فاهمينّي؟ هنا جبت البصل بتاعي 5 بصلات كده أو 6 بصلات على حسب ما أنتِ بتحبي، تفرميهم في الكبة أو تقطعيهم على إيدِك زي ما تحبي، بعد ما حطينا طبعًا اللحمة بتاعتنا تاخد الصدمة بتاعتها وتفِك كده مع بعضها، بدأنا طبعًا ننزل بالبهارات بتاعتنا، مكعب من مرقة الدجاج، معلقة كبيرة بصل بودر، معلقة كبيرة توم باودر، معلقة من البابريكا، معلقة من الفلفل الأسمر.
نديهم كده تقليبة كويسة مع اللحمة بتاعتنا، وبعدين ننزل بالبصل معانا نسيبه يدبل كده. وطبعا يعني التعصيجة كلها تشرب من بعضيها، ونقلب بقى، نفضل مستمرين في التقليب. وخاصة لو انت بتعمليها في حاجة مش يعني مش قابلة للصق، فاهمني. اللي كانت معايا ما كانتش قابلة للصق بصراحة، فكانت مساعداني. وبعدين نزلت هنا بقرنين من الفلفل الرومي. عندك فلفل الوان انزلي. انا اكتفيت بفلفل طبعا اللي هو الاخضر، لان انا ما كانش عندي فلفل الوان. وما نصعبهاش على نفسنا، كله بيمشي وكله بيتاكل، واحنا اولادنا اللي هياكلوه، محدش غريب يعني، فاهمني. اهم حاجه هنا بقى ايه، قلت اما اعمل الصلصه اللي احنا هنعملها طبعا على البيتزا او الكاتشب. إيه، عندك كاتشب اشتغلي بيه، ما عندكيش اعملي زي ما انا عملت كده. اسهل حاجه ان انا كل حاجه عندي سهله. انا بعتبر كل حاجه في الحياه سهله بصراحه. ربنا ما يصعبهاش على حد يا رب، تيجي على الدنيا كده سهله علينا كلنا. زي ما انتم شايفين بدات اقطع الطماطم طبعا، حوش اللي هو العنق بتاعها او العلق بتاعها زي ما بنقول، اللي هو طبعا ما ينفعش البوز. وبعدين قطعتها كده 7 كده، وبعد كده حطها ايه في الميه زي ما انتم شايفين. انا ما بحبش اشرح. تمام كده. وبعدها سيبناها مع بعض كده، خدت غلوتين وركناها على جنب. وبعدين هنا قلت اما اعمل طاجن مكرونه باللحمه، لان انا جوزي ما بيحبش البيتزا، فقلنا نعمل له كده طاجن مكرونه باللحمه ونروق عليه. زي ما انتم شايفين دبلت البصلايه بالقرن الفلفل، وبعد كده نزلت بالطماطم، عصير الطماطم، ومكعب من مرقه الدجاج، واكتفيت بمعلقه من السكر، ومعلقه من الملح، ومعلقه من البابريكا، ومعلقه طبعا من الفلفل الاسمر. هتقولي ايه حطيتي هنا معاكي، اللهم صل على النبي، معلقه من السكر. هقول لكم عشان تعادل الحموضه وتديها كده ايه سكاره. ومعلقه طبعا من الثوم البودر. تمام كده. بدأنا طبعا نسيب التسبيكة دي تتسبك مع نفسها. ونزلت هنا بالمية المغلية بنص كيلو من المكرونة القلم أو مكرونة الفرن زي ما بتقولوا. وبعدين هنا كام فص كده من الثوم زي ما انتم شايفين. كان عندي حبة فصوص كده رفنعين، قلت افرمهم كده عشان نعمل مع بعض بقى ايه الصوص الجميل. بدأنا ان احنا نفرمهم كده مع بعض، وناخدهم بقى عشان نعمل الصوص اللي احنا نحطه على البيتزا، او هنفرشه اول حاجة على البيتزا. اول ما التوم يبدا كده ان هو ياخد معاكي سفاري، ننزل عليه بالطماطم الجميله دي. الطماطم بدات ان نقشرها سهله جدا في التقشير. وننزل بقى بعد ما نقشر الطماطم دي كلها، ننزل بيها في الكبه، نديها فرمه محترمه. ما عندكيش كبه انزلي فيها في الخلاط، في الهاند بلندر، في اي حاجه تعجبك. مفيش خالص قطعيها على البلانش، يعني ما تصعبهاش على نفسك، فاهمني. وبدأنا طبعا ان احنا نفرمها فرمه كده عشان خاطر تبقى معانا صوص جميل كده وناعم. دي اهم حاجه. تمام كده. لو وصلتم بقى معايا لحد هنا حطوا لايك حلو زيكم وكومنت احلى. هنا بعد ما التومه دبلت معايا، نزلت بقى بالصوص زي ما قلت لكم كده، ونزلنا معلقه من السكر ومعلقه من الملح، ونقلبهم مع بعض كده تقليبه بسيطه، ونركنهم مع بعض يتسبكوا كده يا جماعه. تمام كده. كانت المكرونه عندي اتسبكت. وطبعا الصلصه اللي انا كنت عاملاها معاكم اتسبكت نص تسبيكه. بدات كده ان انا اديها قلبتين كده في قلب المكرونه قبل ما احطها في الطاجن. ممكن كمان تعملوا الخطوة دي يا جماعة من غير طبعا المكرونة ما تتسلق، بس انا بصراحة بحب ان انا اكون مسوياها كده سوا مظبوط. يعني انتوا ممكن تعملوا كله عبارة عن ني في ني، فاهمني. لكن انا بصراحة ما بحبش، بحب اعملها كده، متعودة ان انا اعملها كده. فما نصعبهاش على نفسنا. المقولة الشهيرة بتاعتي ما نصعبهاش على نفسنا، والله الدنيا ما هي مستاهلة. تمام كده. نزلنا بقى بالكمية المحترمة من المكرونة، نص كيلو ما شاء الله، فرط معايا عمل فرح. بدأت كده ان انا انزل طبعا بالمكرونة، والصلصة بتاعته كانت جوسي وجميلة. يخرب بيت البرد وعمايله، مش قادرة اتكلم، البرد خنقني. شوفوا بقى، انا تعبت معاكم بالفيديو، استهلاكات كتير، وكمان دور البرد ده مخلص عليا. بس ما شاء الله ربنا قواني كده ان انا اقوم واعمل الفيديو وامنتجه معاكم كمان. بدأنا طبعا نفرد اخر كمية من الصلصة على الوش كده، عشان دي اللي هننزل عليها باللحمة المفروم او التعصيجة اللي احنا عملناها. تمام. انا قسمت التعصيجة بين البيتزا وبين الطاجن، ما ينفعش طبعا نزعل صاحب البيت، لازم كده ان احنا نرضيه. هو طلب مني طاجن من المكرونة باللحمة، فانا بصراحة مرضيش ازعل، قلت يلا نروق على نفسنا كده يا جماعة ونشيص الدنيا. بعد ما خلصنا كده ورق الزبدة، ضروري جدا ورقة الزبدة يا جماعة، ما ينفعش نحط طبعا ورق الفويل مباشر. ورقة الزبدة، ما عندكيش ورق الزبدة حطي كيس حراري. تمام كده. كيس حراري تحطيه، وبعد كده تحطي ورقة الزبدة، مفيش مشكلة، لكن ما ينفعش ورقة الزبدة مباشر. ركننا طبعا الطاجن في الفرن على درجة حرارة 180،
ونسيبه مع نفسه كده يشرب من بعضه كده ويشهيص كده في الفرن. نرجع بقى للعجينة بتاعتنا اللي خمرت وشبعت خمران. قسمتها بالنص، عملت طبعا بيتزاية محترمة كبيرة بأمانة كبيرة وجميلة، وهتشوفوها معايا. لو احنا بنشتري طبعا البيتزا دي من بره هتشتريها اقل حاجه ب 300 جنيه ب 200 جنيه واكتر، بجد الصغيره ب 200 جنيه الايام دي، الكبيره هتعدي معاكي، وخاصه طبعا لما تكون لحمه، ولحمه كمان بلدي يعني مش لحمه اي كلام، فاهميني؟ نعملها بايدينا لاولادنا. يعني مش شرط يا جماعه ان احنا نعمل نفس البريفكت اللي بيطلع من المحلات، اولادنا اللي هياكلوها. انا عن نفسي ما بدقش. وبعدين انا بحب اعمل سمكها يكون كبير كده وحلو تشبع العيل، سيبك من الورقه اللي بتيجي من المحلات دي، فاهميني؟ بدأنا طبعا نفرد العجينة. انا بصراحة كنت حابة اقطع كمية العجين اللي فايض في الاخر ده، وبعدين قلت لا اقطع، ونقطع العجين ليه، ما نسيبه وخلاص وهيبقى حلو برضو وجميل. فرشت طبعا الصلصة بتاعتنا او الكاتشب بتاعنا، وبعدين فرشت الكمية كده محترمة من اللحمة، افردي كده وما تستخسريش. وبعدين شرايح كده من الفلفل. انا بجيب البيتزا الشرايح الفلفل دي بتبقى رفيعة جدا وما تبقاش كده سميكة وحلوة. احنا في بيتنا بقى نعمل خير كل لاولادنا ونعمل حاجة كده سميكة وتملى العين، فاهميني؟ بدأنا طبعا ان احنا نفرش كده الكمية المحترمة كده من الفلفل وما نستخسرش برضو، وشوية زيتون كده محترمين. انا بصراحة بعشق الزيتون على البيتزا، بحبه جدا، فتلاقيني كده ايه ما بستخسرش. تمام كده. بدأت طبعا خلاص بقى فرشنا الأرضية زي ما بنقول، فرشنا الكمية المحترمة بتاعتنا طبعا من الزيتون والفلفل واللحمة. وبعدين فرشت كده جبنة موتزاريلا، وبعدين تنيت أصلا التنيات دي. أنا بصراحة كنت ناوية أشيلها، تمام، لكن رجعت بعد ما فردت اللحمة قلت انا مش هشيلها، انا هسيبها. فلو انتم هتعملوا نفس الفكرة، يستحسن يعني انكم تضغطوا على العجينة قبل ما تفرشوا اي حاجة. يعني الجناب دي تنزلوها، تحشوها جبنة كده موتزاريلا او جبنة شيدر، اي جبنة عندك، وبعدين تتنيها، وبعدين تفرشي بقى اللحمة والفلفل والزيتون بتاعك، تمام كده، وتاخديها بقى على الفرن على درجة حرارة برضو 180. يعني انا كده حطيتها جنب المكرونة في الفرن، وطلعت جميلة، وقسما بالله الصينية دي كفت الاولاد وشبعوا منها، وبيقولوا لي يا ماما احنا ما بنشبعش من الجاهزة زي ما بنشبع من اللي انت بتعمليها في البيت، عشان انا ما بستخسرش. فبعدين عملت كمان الصينية الجميلة دي، كانت صينية تانية. انا بصراحة سويت الصينيتين، وفي صينية منهم فضلت، فضلت كده يعني بعد ما اولادي كلوا وشبعوا فضلت بصراحه. فخدوا كمان معاهم التمرين، واديت لهم كمان بزياده، عشان في بعض اصدقائهم يعني هم اصدقائهم كده مقربين ليهم بيحبوا يعزموا عليهم، تمام. وفاض كمان الصينيه الصغيره دي، قلت بقى اما يرجعوا كده من التمرين ابقى اسخنها في الميكرويف وياكلوها مفيش مشكله. لان خلاص يعني الحاجات دي احنا عاملينها للاولاد، احنا بقى استكفينا ان احنا ناكل مكرونه. وانا بصراحه دقت برضو البيتزا كانت جميله بصراحه، انا اكلت معاهم، لكن جوزي بصراحه بيحب ايه، ما بيحبش عموما البيتزا والميني بيتزا والحاجات دي او الكريبات والحاجات دي، بيحب ياكل اكل بيتي عادي، تمام. إيه خلاص كده الكميه خلصت معايا، عملت صينيتين زي ما انتم شايفين، وعملت لي كمان إيه الطاجن الجميل ده. بصراحه يعني كان في بركه كده في اللحمه، عملت كميه محترمه، والطعم بقى ما اقولكوش، والريحه بامانه قلب الدنيا. فما شاء الله بدات ان أنا اقطعها. عشان كده كنت بقول لكم في وانا بفرد العجينه يستحسن تحطوا الجوانب الاول قبل ما تفردوا اللحمه، عشان ما تبقاش قابه معاكم كده. بس هي بصراحه كانت حلوه. الصينيه التانية طبعا ما كانتش بجوانب، بس كانت جميله برضو. هنا بقى بوريكم الجمال يا جماعه، الجمال هنا بيتكلم عن نفسه، ما شاء الله كان طعمها خطير. اتفضلوا معانا بقى. ودي الصينيه التانية، تمام كده. ده كان طبعا روتين خفيف كده حبيت اشاركه معاكم، يا رب يكون عجبكم. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو واشتراك في القناه، وادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، ولكم بالمثل اضعاف مضاعفه. ومع السلامه.